نحن الآن تماما في مطار القامشلي الدولي. هذا المطار الذي يشهد حركة طبيعية لحركة الطيران السورية، حيث هناك حركة طيران من محافظات اللاذقية وكذلك دمشق باتجاه القامشلي. هذه المنطقة التي هي في النهاية إحدى المناطق التي تقع ضمن سلطة الدولة السورية في الشمال الشرقي لسوريا، لكن بنفس الوقت هناك كذلك بالتعاون مع يعني قوات الجيش وكذلك القوات الأمنية هناك قوات أخرى تابعة لوحدات الحماية الكردية وكذلك حزب البي كي كي. هناك توافق لإدارة هذا المكان. وزارة النقل كذلك السورية تعمل على إنجاح عمل هذا المطار. الحركة طبيعية في يوميا هناك 2 إلى 3 طائرات رحلات متعددة ومتنوعة تجارية وكذلك مدنية، بالإضافة إلى وجود رحلات خاصة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى هذه المدينة، خصوصا بعد وجود أعداد كبيرة أو أعداد قد تكون تسهم في يعني حصار على هذه المدينة لمنع وصول المواد الغذائية إلى أهالي هذه المنطقة من قبل المناطق المحيطة باتجاه المحور الجنوبي للقامشلي وكذلك المحور الجنوبي الشرقي والجنوبي الغربي وكذلك باتجاه الشمال حيث الحدود التركية. نحن اليوم نقف حال وصولنا إلى مطار القامشلي الدولي لننقل لكم واقع هذا المطار والعمل ضمن هذا المطار، والذي يبعد بالنهاية عن مدينة القامشلي 2 كيلومتر فقط.